كميه الاماكن اللي بتعمل لحوم مدخنه في مصر بقت مش في طبيعيه. منها الحلو وفي اللي مش قد كده. واتقال لنا ان المكان ده هناكل فيه شورت ريبس والبريسكتس مفيش زيهم. فاحنا النهارده هنجرب ميت اوفر دوز، وده موجود في التجمع في بنزينه تشيل اوت السادات. وعندهم كل ما تتخيلوه من اللحوم المدخنه، بريسكت، شورت ريب، سموكد تشيكن، واللي اول مره نجربها السموكد تركي ليج. اول حاجه جربناها الشورت ريبس. طعم اللحمه يا جماعه خطير، حرفيا دايبه زي ما انتم شايفين. التسويه بجد على الشعره وطعم التدخين باين فيه. وعامه كل اللحوم اللي بيستعملوها بلدي. الميل بتختاروا معاها 2 سايد ديشز او ماكن تشيز. انا اخترت مكسيكان رايس مع فرايز. المكسيكان رايس عجبني قوي. وهتلاقوا كمان عندهم الشورت ريبس دي معموله في ساندوتشز. وانا بقى جربت البريسكت، فعلا نظافه اللحمه باينه في الطعم وتسويتها مظبوطه. السايدز كانت سويت كورن وماش بوتيتو، ولازم تجربوا الماش بوتيتوس، طعمها هيعجبكم قوي. وبما اني بحب الفراخ السموك، الفراخ بتاعتهم حرفيا تتدرس. نظافه الفراخ وتتبيلتها بجد تحفه، وهيبان الموضوع ده قوي في الورك. وخدنا سايد معاها ماكن تشيز. والتركي ليج دي كانت اول مره بالنسبه لنا نجربها، واول ما تمسكوا العظمه هتلاقوها كلها كده ثابت من بعضها. حجمها كان ضخم وطعمها كمان كان حلو قوي. السوسج برضو عندهم خطير والبورشنز حلوه. وفي الاخر بقى ممكن تحلوا بالميني بان كيكس. الاكسبيرينس كانت حلوه قوي. المكان الصراحه يستاهل التجربه.